إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم مجددا في قناة تلسي في هذه الحلقة الخاصة باش نناقشوا مجددا التصريحات ديال جوشوا هاريس المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللي قام بزيارة إلى حضارة الجزائر، واليوم هو متواجد في المغرب. الزيارة ديالو متابعينا الكرام حسب وزارة الخارجية الأمريكية هي كانت متعلقة بالصحراء المغربية، تحديدا كانت متعلقة بضغط أمريكي على نظام حضارة الجزائر باش يقول لهم من الاخر بان قضيه الصحراء المغربيه قضيه انتهت، وان السياده المغربيه على الصحراء مساله لا نقاش فيها. المساله بطبيعه الحال التي لم تعجب نظام حضاره الجزائر، فاشنو دار؟ نتزور وحرف التصريحات ديال جوشوا هاريس. وشنو دارت وزاره الخارجيه الامريكيه؟ مشات نشرت الحوار الصحفي التي اجراها جوشوا هاريس مع صحيفه جزائريه نشرتها في الموقع الرسمي ديال السفاره الجزائريه. لانه شنو وقع هنا؟ اثناء الزياره ديالو جات واحد الصحيفه جزائريه وقالت بغات دير حوار صحفي مع هذا المبعوث الامريكي، فداروا معه حوار صحفي، لكن حرفوا الكلام ديالو وحرفوا الهضره ديالو. وراكم عارفين بطبيعه الحال المهنيه ديال الصحافه في حضاره الجزائر والمهنيه ديال الاعلام في حضاره الجزائر دائما خدامين بالتزوير والكذب وما الى ذلك. فالخارجيه الامريكيه شنو دارت هنا؟ مشات نشرت الاجوبه الصحيحه ديال ديال المبعوث الامريكي جوشوا هاريس. ومن خلال هذه الاجوبه متابعينا الكرام يمكننا ان نتاكد بان الولايات المتحده الامريكيه قد وجهت انذار للنظام الجزائري، ليس فقط فيما يتعلق بان قضيه الصحراء المغربيه مساله منتهيه، وانما كذلك حسب الجواب ديال جوشوا هاريس على احد الاسئله، فإن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت نظام حضارة الجزائر من مغبة التورط في عمليات إرهابية ضد المغرب على شاكلة ما حدث في مدينة سمارة، وحذرت نظام حضارة الجزائر بأن المغرب سوف يرد ويرد بقوة، بما في ذلك إنهاء المنطقة العازلة. المسألة اللي تكلمت عليها في عدة فيديوهات وقلت لكم بأن المسألة ديال إنهاء المنطقة العازلة هي مرتبطة بالزيارة ديال جوشوا هاريس إلى حضارة الجزائر، وهو حاليا متواجد في المغرب. إذا متابعينا الكرام، باش تعرفوا بأن نظام حضارة الجزائر ناض له السعار والجنون بسبب التصريحات ديال هذا المبعوث الأمريكي، يكفي فقط أننا نطبق القاعدة التي تقول حينما نرى على أن النظام الجزائري بدأ كيزور في الكلام وكيزور في التصريحات وكيزور في مقابلة صحفية، عرفوا بأن الأمور لا تسير وفق ما يريده نظام حضارة الجزائر، وعرفوا بأن نظام حضارة الجزائر قد تلقى ضربة دبلوماسية. لأنه ما يمكنش على أنه مثلا هذا جوشوا هاريس كيقول تصريحات هي في صالح النظام الجزائري وغادي ينوض يزور ويفبرك الكلام ديالو. هذا بطبيعة الحال بحكم المنطق ما يمكنش. المنطق يقول على أن نظام حضارة الجزائر إذا شاف تصريحات ماشي في الصالح ديالو بل ضده، بل تقول وتؤشر على أن قضية الصحراء المغربية هي قضية منتهية، وأشر ذلك جوشوا هاريس في التصريحات ديالو عدة مرات، في الكلام ديالو عدة مرات بشكل غير مباشر. إذا بسبب ذلك ناض الإعلام الجزائري والنظام الجزائري مشى حرف الكلام ديالو، لكن وزارة الخارجية الأمريكية تعاملت بذكاء هنا ومشات نشرت الأجوبة ديالو بشكل صحيح في الموقع الرسمي ديال السفارة الأمريكية، باش هنا ما يتقالش على أن جوشوا هاريس قال كذا وكذا حسب الإعلام الجزائري. لأنه شنو وقع هنا؟ الإعلام الجزائري مشى نشر الأجوبة المغلوطة والمفبركة قبل حتى ما يخرج أو تخرج المقابلة الصحفية إلى الوجود، قبل حتى ما يخرج الكلام الرسمي اللي قالوا جوشوا هاريس في الموقع ديال وزارة الخارجية الأمريكية. فهنا نظام حضارة الجزائر وقع في الفخ. وهنا حينما نرى على أن الإعلام الجزائري والنظام الجزائري كيف برك الكلام ديال المبعوث الأمريكي، كنتأكدوا بأنه أخذ صفعة دبلوماسية، وهذه المسألة ما فيهاش الشك. واللي قرا بطبيعه الحال الاجوبه ديال جوشوا هاريس خلال هذه المقابله الصحفيه غادي يتاكد بانه يؤشر عده مرات بان هذه القضيه انتهت. وحينما يقول على ان هذه المساله ديال او قضيه الصحراء المغربيه صافي راه خصها تحل وخصها النهايه وخصنا نديروا ليها الحد، فهو كيقول هنا بان يا نظام حضاره الجزائر ويا مرتزقه البوليزاريو يا اما تقبلوا بديك الشيء اللي فرضوا المغرب والسياده ديال المغرب، يا اما عيشوا بحركم. بطبيعه الحال المرتزقه غادي يبقاو في تندوف، نظام حضاره الجزائر غادي يبقى صرف عليهم في الاموال الطائله والجزائريين في الطوابير الى
ما لا نهايه والى سقوط نظام حضاره الجزائر. اما المساله ديال مغربيه الصحراء راه هي مساله غير لا تناقش، مساله لا تناقش، ولا يمكن لاي دوله او اي جهه انها تغير هذا الواقع ديال مغربيات الصحراء. من المستحيل انه تكون هناك شي حاجه اخرى. وحتى الاداره الامريكيه هنا كنتحدث على اداره بايدن اللي هما ديمقراطيين، وحنا كنعرفوا على ان الديمقراطيين العلاقه ديالهم مع المغرب ما كتكونش في احسن احوالها، العكس ديال الجمهوريين مثلا. مع ذلك الديمقراطيين في هذه الاداره احتفظوا بالاعتراف الامريكي بمغربيه الصحراء، بل الان حسب ما نراه من خلال الزياره ديال جوشوا هاريس فان الاداره الامريكيه والدبلوماسيه الامريكيه تحذر نظام حضاره الجزائر من مغبه القيام بعمليات ارهابيه او مغبه القيام بعمليات استفزازيه ضد المغرب، وان المساله ديال المغربيه الصحراء لا تناقش. وراينا ذلك بطبيعه الحال من خلال اول جواب كيقول جوشوا هاريس في المقابله الصحفيه، حيث يقول على ان الولايات المتحده الامريكيه تدعم المبادره المغربيه للحكم الذاتي اللي هي تحت السياده المغربيه بطبيعه الحال، وبالتالي هنا الاعتراف بالمغربيه الصحراء ما زال قائما. وهذه المساله ما تكلمش عليها الاعلام الجزائري، ما تكلمش على جوشوا هاريس حينما قال بان الولايات المتحده الامريكيه تدعم مغربيه الصحراء، ما تكلمش على الجزئيه بتاتا، بل فقط نشرت في الموقع الرسمي ديال السفاره الامريكيه في حضاره الجزائر. يعني كنتكلموا على الاجوبه الصحيحه التي نشرت من طرف الدبلوماسيه الامريكيه. هذه المساله ما تكلمش عليها نظام حضاره الجزائر والاعلام الجزائري، بل فقط مشاو حرفوا الكلام ديالو وقاموا بتزوير كلامه باش يقولوا شوفوا راه الاداره الامريكيه تراجعت على الاعتراف بمغربيه الصحراء، مع العلم ان الاعتراف بمغربيه الصحراء والسحب ديال هذا الاعتراف خصو يكون بقرار رئاسي، بقرار رئاسي المكلخين، لان القرار الرئاسي كيدخل حيز التنفيذ وكيدخل القرار في السجل الفيدرالي واذا مشينا للسجل الفيدرالي اللي هو بمثابه الجريده الرسميه ديال الولايات المتحده الامريكيه غادي نلقاو الاعتراف الامريكي مازال كاين. وباش سحب هذا الاعتراف الامريكي خصو يخرج قرار من الرئيس بايدن، وسمعتوا بايدن خرج شي قرار من هذا النوع؟ ما كاينش. اذا انتم في اي جهه وفي اي قنت كتحلموا، يعني انتم جالسين كتحلموا كتنشروا الاوهام وكتنشروا الاكاذيب وكتنشروا الخزعبلات التي لا اساس لها من الصحه. ويمكن لكم فقط تدخلوا وتقراوا التصريحات ديال جوشوا هاريس وتاكدوا بان حتى الاداره الامريكيه في عهد الديمقراطيين في عهد بايدن جالسه كترفق في حضاره الجزائر وفي النظام الجزائري. وما هو منشور ما هو معلوم من خلال الكواليس، المعلومات اللي جايه من الكواليس ديال هذه اللقاءات اللي قام بها جوشوا هاريس في حضاره الجزائر تقول على انه يضغط على نظام حضاره الجزائر باش يقبل بالامر الواقع. شنو هو الامر الواقع؟ مغربيه الصحراء لا نقاش فيها، وقال لهم بلا ما تحلموا بدوله ديال البوليزاريو، وكرر المصطلح ديال الواقعيه عده مرات في كل جواب على سؤال من الاسئله اللي كيطرحوا عليه الصحفيين الجزائريين كيقول الواقعيه. وشنو هي الواقعيه؟ الواقعيه هي العكس ديال الاحلام وديال المتمنيات. الواقعيه هي مغربيه الصحراء، والغير الواقعيه هي دوله البوليزاريو. الوهم هي دوله البوليزاريو اللي ما عمرها غادي تكون باي شكل من الاشكال. فهذا الشيء اللي كاين متابعينا الكرام، واراكم في فيديو قادم الى ذلك الحين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.